ve merhameti yerleştiren bir dindir. Bunu tarif ederken işte bu güven kelimesine dikkat. الحرب التي تجري حاليا في غزة لها شق مهم جدا، وهو تغييب الوعي وبث الأكاذيب، ولذلك تستهدف هذه الحرب بالأساس أيضا كل أولئك الذين ينقلون الحقيقة. الصحفيون الذين استشهدوا في غزة يزيد عددهم على 180 الآن، وكذلك في لبنان. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يصوروا الذي يجري وهو مذبحة حقيقية بكل المعايير وإبادة جماعية، يصوروه على أنه عمل دفاعي. الإسرائيليون يقاتلون الحقيقة كما يقاتلون المقاتلين على الأرض، يقاتلون الصحفيين كما يقاتلون المحاربين، وهذا دليل على أنهم كاذبون ويريدون لأكذوبتهم أن تصبح هي النمط السائد ويمنعون كل حقيقة. لذلك أبطالنا الحقيقيون في عالم الصحافة هم أولئك الذين ينقلون الحقيقة في فلسطين وفي لبنان وفي غيرها، لأنهم بالحق يستحقون وسام الشرف ووسام الامتنان الشديد منا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله.